plants عندها structural adaptation و behavioral adaptation؟ let's see. اوكي هنا بيقول لي both right or false. Palm tree is adapted to grow and survive in rainforest habitat. لسه متكلمين على البارت 3 في lesson 1 وقلت لكم ان هي live in desert، فهو بيقول لي هي بتعيش في rainforest habitat، طبعا false. هنا بيقول لي ان ال plants have adaptations like animals to be able to survive in different environment، يعني هي عندها adaptation زي الانيمالز بتساعدها ان هي تعيش في بيئات مختلفة. طبعا true. احنا لسه قايلين ان البالم تري الليفز بتاعتها are covered with waxy layer، عندها طبقة من الشمع مغطية الأوراق بتاعتها to protect itself from extreme hot climate. يبقى هي كمان عندها adaptation. يبقى البلانتس عندهم adaptation؟ عندهم adaptation. هنبدأ نتكلم بالتفصيل عن الجزء ده. بيقول لي ان البلانتس can grow in every place that sunlight shine. بيقول لي ان النباتات بتقدر تنمو في أي مكان في sunlight even in the bottom of sea ice in the polar regions. حتى في الأعماق بتاعة المناخ القطبي أو المحيط القطبي، حتى في برضو بيبقى في tiny plants، نباتات صغيرة بتكبر هناك. بيقول لي زي الانيمالز plants have structural and behavioral adaptation، يعني البلانتس كمان عندها structural adaptation وعندها behavioral adaptation زي الحيوانات بالظبط. طيب بيساعدها في ايه ال structural adaptation وال behavioral adaptation؟ هنا بيقول لي help them survive and grow in their different environment. بتساعد البلانتس ان هي تقدر تكبر وتعيش في الانفايرمنت بتاعتها. طيب هنا بيقول لي now we will study two different big trees that grow in two different environments. هنتكلم عن نوعين من انواع الاشجار بينمو في اماكن مختلفه. اول حاجه عندي two types of forest، نوعين من انواع الغابات. اول حاجه اسمها سافانا فورست، غابات السافانا، وامازون رين فورست، غابات الامازون. يبقى عندي كام type of forest هاخدهم النهارده؟ هما two types of forest. اول حاجه سافانا فورست، وديت هنعرف فين بالظبط وهنبدا نتكلم عنها بالتفصيل، بس اسمها سافانا فورست، سافانا فورست او سافانا فورست. طيب الثانيه اسمها امازون رين فورست، فمن اسمها امازون عند نهر الامازون. بس تعالوا نشوف. اول حاجه بيقول لي السافانا فورست، فين المكان بتاعها؟ بيقول لي such as southern African savanna forest، موجوده في southern Africa، جنوب افريقيا، غابات موجوده في جنوب افريقيا. بيقول لي it's a grassland habitat، بيقول لي ان البيئه ديت هي عباره عن grassland يعني ارض من الحشائش. لو بصينا كده هنا الارض ديت مالها؟ كلها عباره عن حشائش، فبيقول لي موجوده في ساوثرن افريكا. تاني حاجه هي عباره عن جراس لاند، ارض عشبيه فيها اعشاب كتير، حشائش كتير. تاني حاجه بيقول لي it's characterized by a mild temperature يعني درجه الحراره اللي هناك متوسطة، ولا هي very hot زي الديزرت ولا هي very cold زي الاركتيك regions المناطق القطبية. فبيقول لي التمبريتشر هناك is mild يعني معتدلة. طيب ثالث حاجة بيقول لي it is characterized by extreme lack of water، يعني كمية المية اللي هناك قليلة جدا جدا جدا. during the dry season في الفصول الجافة. الفصول الجافة زي الفصول اللي هي ما فيهاش شتاء. زي ايه الفصول اللي ما فيهاش شتاء؟ زي مثلا الصيف، زي الربيع، الدنيا بتبقى حر فالدنيا ما بتشتيش هناك لمدة مثلا 6-7 شهور. الوقت دوت بيقول لي بتتميز ب extreme lack of water، يعني كمية المية اللي هناك قليلة جدا جدا جدا. طيب بيقول لي most large plants cannot grow in this habitat، ما بتقدرش، معظم النباتات ما بتقدرش تكبر في المكان ده. ليه؟ لأن احنا قلنا إن المكان دوت is characterized by extreme lack of water، ما فيهوش مية، وأي plant بيحتاج water to grow and survive، فبالتالي معظم النباتات ما بتقدرش تعيش هناك. ليه؟ بيقول لي due to the drought conditions، بسبب الظروف المناخية الجافة. as the dry season last half of the years، بيقول لي ان الفصول الجافة بتقعد نص السنة، يعني 6 شهور من السنة ما فيهمش مية، فبالتالي النباتات ما بتقدرش تكبر هناك. تاني نتكلم بسرعة. السافانا فورست كان فيها أول حاجة إن هي موجودة في ساوثرن أفريكا.
تاني حاجة قلنا ان هي عبارة عن grass land، هي ارض عشبية فيها حشائش كتير. التمبريتشر بتاعتها is mild. قلت لكم ان هي is characterized by extreme lake of water، كمية المية اللي هناك قليلة جدا جدا جدا. واخر حاجة قلنا ان معظم النباتات cannot grow in this forest due to the drought conditions، بسبب الظروف المناخية الجافة. طيب اوكي، هنا هنتكلم على الامازون رين فورست. اوكي، التاني تايب اوف فورست هي الامازون رين فورست. الامازون رين فورست ديت هي اسمها امازون رين فورست، وبتبقى موجوده في البرازيل. البرازيل ديت هي دولة موجودة في أمريكا الجنوبية، عندها نهر الأمازون، فسمينا الفورست اللي هناك، الفورست اللي هناك أمازون رين فورست. طيب من اسمها أمازون رين فورست، فبيقول لي أول معلومة عنها it's a rainy most of the years، يعني هي ممطرة معظم السنة. ده ديت سهل كده ألاقي المية ولا صعب ألاقي المية؟ it's easy to find water، سهل جدا إن أنا ألاقي المية هناك. تاني حاجة بيقول لي it's characterized by strong wind، في أمطار بالتالي في رياح قوية جدا، فبيقول لي إن هي فيها strong winds، رياح قوية. طيب نسيت حاجة مهمة هنا، السافانا فورست. هنا في السافانا فورست في الجزء ده بيكبر فيها شجرة، الشجرة دي اسمها اكيشيا تري. الاكيشيا تري ديت هي شجرة لايك امبريلا كده، شبه الامبريلا بالظبط اهي، شبه الامبريلا، بتعيش في السافانا فورست. طب في الامازون رين فورست الشجرة اللي بتعيش هناك الطويلة ديت برضو اللي شبه الامبريلا دي اسمها ايه؟ اسمها كيبوك تري. ماشي، بيقول لي it's a big tree that grow in Amazon rainforest، هي شجرة كبيرة بتعيش في غابات الامازون. بيقول it's hard for some plants in this habitat to reach the sunlight، بيقول لي صعب على بعض النباتات ان هي توصل لاشعة الشمس. ليه يا مستر؟ بيقول لي لان الاشجار هناك الطول بتاعها بيوصل ل 70 متر، 70 متر، فبالتالي بتبقى طويلة جدا وحاجبة ضوء الشمس عن الاشجار او النباتات اللي موجودة تحت. فالنباتات اللي موجودة تحت هيحصل لها ايه؟ مش هتبقى موجودة وهتموت. يبقى تاني هنا عندي كام تايب اوف فورست؟ تو تايبس اوف فورست، سافانا فورست اللي موجودة في ساوثرن افريكا، والامازون رين فورست اللي موجودة ان برازيل. السافانا فورست قلنا التمبريتشر بتاعتها از مايلد، معتدلة، وفي نفس الوقت هي جراس لاند، ارض عشبية. لكن الامازون رين فورست اسمها رين فورست، فبيقول لي اتس ريني موست اوف ذا يير، ممطرة معظم السنة، وبتتميز ان الويندز هناك از سترونج، فبنقول ان هي عندها سترونج ويندز. طيب التري اللي مشهورة اللي بتكبر في السافانا فورست اسمها اكيشيا تري، لكن اللي بتكبر في الامازون رين فورست اسمها كيبوك تري. طيب قلنا هنا في السافانا فورست it's hard to find water، صعب ان انا الاقي ميه most of the years، معظم السنه. It characterized by extreme lack of water، بتتميز في نقص شديد في المية. طب الأمازون؟ لا، الأمازون ديت ممطرة، فبيقول لي it's easy to find water. طيب بيقول لي هنا بس خلاص فهمنا الفرق كده ما بين السافانا فورست والأمازون رين فورست. اوكي، تعالوا بقى نبدأ نتكلم بالتفصيل عن الأكيشيا تري، عن الستراكشرال ادابتيشن والبيهيفيرال ادابتيشن عندها، والستراكشرال ادابتيشن والبيهيفيرال ادابتيشن عند الكيبوك تري. أول حاجة بيقول لي إن اكيشيا تري هي نوع من انواع الامبريلا شيبد تريز، هي شجره شبه الامبريلا. لو لاحظت كده لاحظ ان الشكل بتاعها شبه الامبريلا بالظبط، شبه الشمسيه. اوكي، مالها؟ بيقول لي الادابتيشن بتاعها عندها structural adaptation زي ما قلنا وbehavioral adaptation. structural ايه الستراكشر؟ اول حاجه it lives in acacia in southern African savanna، غابات السافانا اللي موجوده في southern Africa. طيب هل عندها structural adaptation و behavioral adaptation ولا ما عندهاش؟ عندها structural adaptation و behavioral adaptation. اول حاجه اتكلم عنها اللي هي structural adaptation زي ما قلنا. طيب structural adaptation لو بصيت على الليفز بتاعتها فبيقول لي ان هي عندها tiny leaves. بصوا كده على الاوراق هنا، الاوراق بتاعتها صغيره جدا. طب هي ليه الاوراق بتاعتها صغيره؟ بيقول لي to help them hold in water. هناخد ان شاء الله ان السنه الجايه ان البلانتس بتفقد الووتر عن طريق الليفز بتاعتها، بتفقد الميه اللي جواها عن طريق الاوراق. طب انا لما الاوراق بتاعتي تبقى صغيره خالص، هل هعمل
لوزنج للووتر بسهوله ولا هفقد الووتر بصعوبه؟ فبيقول لي لا، ده هي الاوراق بتاعتي صغيره تو هولد ووتر عشان اقدر اخزن ميه وما اقدرش افقدها بسهوله. فبيقول لي to help them hold in water while soaking up اللي هو absorbing sunlight يعني وهي بتمتص ضوء الشمس. طيب تاني حاجة بيقول لي إن هي بيقول there are sharp spines around the leaves. لو بصيت كده هلاحظ إن في أشواك حوالين الليفز بتاعتي. طب هي ليه عندها spines شوك حوالين الليفز؟ بحيث لو جاء أي أنيمال مثلا جاي feed on its leaves ياكل الليفز بتاعتها يتشوك. طب لما يتشوك هياكل منها؟ لا مش هياكل منها. فكده عملت protect itself from animals، حافظت على نفسها من الحيوانات. يبقى تاني الليفز بتاعتها are tiny يعني صغيرة وفي نفس الوقت surrounded by spines حواليها شوك. الشوك دوت prevent animal from eating its leaves يعني بيمنع الانيمال ان هو ياكل الاوراق بتاعتها. طيب تاني حاجة الترانك اللي هو الجذع بتاع الشجرة ده. بيقول لي ان الترانك بتاعها is very long trunk طويل جدا. طب هو ليه طويل؟ بيقول لي to prevent animal from eating its leaves عشان برضو يمنع الحيوانات ان هي تاكل الاوراق بتاعته. انا لما بتبقى الشجره طويله جدا هل في انيمال هيقدر يوصل للليفز بتاعتها فوق وياكلها؟ لا، ما عدا انيمال واحده عندها لونج نيك رقبه طويله تقدر من خلالها ان هي تاكل الليفز. مين دي؟ جيراف. اوكي فبيقول لي ماشي most animal except ما عدا الجيراف هي الوحيدة اللي تقدر تاكل الليفز بتاعتها. طيب هنا بيقول لي the trunk in acacia tree stores water يعني الجذع بتاع الاكيجا تري بيخزن المية. زي مين؟ زي الهامب اللي عند الكامل. الجمل مش هو عنده هامب كده فوق؟ الهامب دوت بيخزن فيه الووتر. نفس الكلام الترانك في الاكيشا تري هو اللي بيعمل ستورنج للووتر ويخزن المية جواه. طيب نمبر 3 الروت الجذر بتاع الشجرة بتاع الاكيشا تري ماله؟ اوكي فبيقول لي ان الروت بتاع الاكيشا تري is very long طويل جدا. طب هو ليه طويل جدا؟ لو بصيت عليه هتلاحظ ان هو لونج كده طويل 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 طويل. ليه طويل؟ to search for water اللي بيعمل absorbing للووتر من السويل هو الروت بتاع البلانت. فلما يبقى طويل هيقدر ينزل تحت يمتد ويعمل search for water يدور على المية تحت. اي مية موجودة يقدر يعمل لها absorb يمتصها ويبدأ ان هو يخزنها. فهنا بيقول لي ان هي عندها very long root بنسميه ايه الروت بتاع الاكيشا تري؟ مهم جدا اسمه تاب روت. تاب روت دوت الاسم بتاع الروت بتاعها تاب روت. ليه اسمها تاب روت؟ لان هي بتبقى very long طويله وبتعمل searching for water بتدور على الميه. طيب بيقول لي to search for water as deep as 35 meters. الطول بتاع الجذر بتاعها ممكن يوصل ل 35 متر وده طول كبير جدا 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 للجذر بتاعها. طيب هل هي عندها behavioral adaptation؟ عندها behavioral adaptation. البيهيفيرال ادابتيشن ده بتعمله امتى؟ برضو بتعمله وقت الخطر لما يبقى في جيراف جايه تاكل من الليفز بتاعتها. ايه هو البيهيفيرال ادابتيشن اللي بتقوم بيه الاكيجا تري؟ بيقول لي اول حاجه اكيجا تري كان ديفند اتسيلف بتقدر تدافع عن نفسها. ازاي؟ بيقول it produces a poison بتطلع سم. السم ده هل الاكيشا تري عندها behavioral adaptation؟ عندها behavioral adaptation. ايه هو الbehavioral adaptation؟ الbehavioral adaptation ان هي بتعمل defending itself بتدافع عن نفسها لما تيجي الجراف to feed on its leaves. لما تيجي الجراف تاكل من الليفز بتاعتها بتبدا ان هي تعمل behavioral adaptation to defend itself عشان تدافع عن نفسها. طب ايه الbehavioral adaptation اللي بتقوم بيه؟ حاجتين. اول حاجه ان الاكيجا تري produces a poison بتطلع سم. السم دوت بتعمل ايه؟ اول ما الجراف تيجي تاكل من الليفز بتاعتها هتبدا ان الاكيشا تري بروديوس بويزن تطلع سم. السم دوت بيبقى ليه باد تيست الطعم بتاعه بيبقى وحش. اول ما تيجي تاكله تبدا الجراف تمضغ كده تلاقي ان طعمه وحش فتروح ماشيه وسايباه.
طيب فهنا بيقول لي when an animal begins eating its leaves، اول ما تبدا تاكل الاوراق بتاعتها بتطلع poison to make the leaves taste very bad، عشان تخلي الطعم بتاعها وحش جدا. to keep this animal away، عشان تبعد الحيوانات دي عنها، لان الحيوان لما يجي ياكل من الليفز ويلاقيها وحشه هيمشي ويسيبها. طيب تاني حاجه بيقول لي it sends a smelly message in the wind، يعني بيبقى في تاني behavioral adaptation بتقوم بيه الاكيجا تري ان هي بتطلع البويزن بتاعها عنده سميلي، بتبقى ان هي send a smelly message، بتبدا تبعت رساله عن طريق الرائحه. البويزن دوت بيبقى ليه باد تيست وفي نفس الوقت ليه باد سميل. الباد سميل بتشيلها الويند، الرائحه السيئه ديت الويند تبدا تحركها توديها للاذر اكيجا تريز. اول ما الاكيجا تريز التانيين يشموا الباد سميل ديت يبداوا هم كمان يطلعوا بويزن، بروديوس ذير بويزن. طب اول ما بيطلعوا البويزن بتاعه لو جيراف جايه تاكلها ما تاكلهاش. يبقى تاني هي عندها تو behavioral adaptation. اول حاجه ان هي produce a poison، البويزن دوت قلنا ان هو عنده bad taste، فلما الانيمالز ليه بتطلع البويزن دوت to keep animal away from its leaves، عشان تحافظ على الحيوانات ان هي تبعدهم عن الليفز بتاعتها. طيب تاني حاجه ان هي send a smelly message، بتبعت رساله عن طريق الرائحه by wind للاذر اكيجا تريز، للاكيجا تريز التانيين، بتقول لهم طلعوا انتوا كمان البويزن بتاعكم لان في جيراف هتيجي تاكلكم، فبتطلع البويزن بتاعتها فما بيقدروش ان هم ياكلوها. فكده عرفنا حاجه، عرفنا ان الاكيجا تري عندها structural adaptation وفي نفس الوقت عندها behavioral adaptation. طيب هل الكيبوك تري هي كمان عندها structural adaptation و behavioral adaptation؟ let's see. اول حاجه عرفنا ان الكيبوك تري بتقدر تعيش في الامازون رين فورست، صح؟ مش احنا لسه قايلين ان هي بتعيش في الامازون رين فورست؟ اوكي، فهنا بيقول لي ان امازون رين فورست ان برازيل. طيب ايه الاستراكشرال ادابتيشن اللي عندها؟ قلنا الاستراكشرال ادابتيشن بيبقى موجود في الليفز والتراك او الستيم والروت. اول حاجه بيقول لي ان الليفز بتاعتها شبه الهاند، فبيقول لي عندها هاند شيبد ليفز، هي الليفز بتاعتها شبه الايد كده. فاول ما تيجي الويند، احنا قلنا ان الامازون رين فورست is characterized by its strong wind، الرياح فيها بتبقى قويه. فاول ما تيجي رياح قويه على الليفز، لو الليفز بتاعتي عامله كده وجاء عليها رياح قويه هتقطعها وتقع، لكن الليفز كده فبيقول لي it moves gently، بتبدا تتحرك بالراحه ما بين الليفز بتاعتي. فهنا ليه عندها هاند شيبد ليفز؟ لان بيقول لي دوت بيساعدها to allow wind، عشان تسمح للويند to move more gently، عشان تتحرك بيسر شويه بالراحه شويه between the leaves without tearing them، من غير ما تقطعها. طيب تاني حاجه في الاستراكشرال ادابتيشن الروت. طيب ماله الروت بتاع الكيبوك تري؟ اول حاجه بيقول لي ان الروت بتاعي اسمه باتريس روت. just wait. طيب هنا عندها large wide roots، اسمها ايه الروت بتاعتها؟ باتريس روت. لكن بتاع الاكيشا تري كان اسمه ايه؟ كان اسمه تيب روت. اوكي طيب هنا بيقول لي ان الباتريس روت are not planted deeply. انا عارف ان الروت بتاع البلانتس بيمتد كده في الارض، دوت طالع فوق الارض اهو الروت بتاع الكيبوك تري. طب هو ليه طالع فوق الارض؟ عشان يمسك كويس في التراك بتاع الكيبوك تري، فلما يجي ويند ما تقعش. فهنا بيقول لي buttress roots are not planted deeply in the ground، يعني مش بيمتد بعمق في الارض، but they grow high up on its trunk، بيكبر لفوق كده في الجذع بتاعها to hold the tree firmly، عشان يثبت النبات، عشان يثبت الكابوك تري ديت بالجامد، يمسك فيها بالجامد كده بحيث ان هي تتثبت في السوجي سويل اللي هي التربه الرطبه الطينيه اللي هي wet muddy soil. wet muddy soil يعني تربه فيها ميه كتير، فما تقدرش ان هي تتزحلق البلانت دوت ويقع. ليه؟ لان الباتريس روت طالع كده وماسكه بالجامد. بيقول لي ان الباتريس روت can start up to 5 meters above the ground، يعني بيقدر ينمو لفوق كده اكتر من 5 متر. خلاص، يبقى عندي الروت اللي موجود عند الكيبوك تري كان اسمه تيب روت، وقلنا ان هو طويل to search for water. طب ده الكيبوك تري بنقول، انا قلت كيبوك تري؟ لا، الاكيشا تري. الاكيشا تري قلنا الروت بتاعها اسمه تيب روت. ليه؟ to search for water. لكن
لكن الكيبوك تري قلنا الكيبوك تري الروت بتاعها اسمه باتروس روت. طب ليه اسمه باتروس روت؟ هنا دوت بيكبر فوق الارض كده وهولد تايتلي للكيبوك تري، فيقدر ان هو يثبتها في السوجي سويل وما تتزحلقش بسهوله. طيب هنا السيدز بتاعتها مالها؟ بيقول لي ان الكيبوك تري هاز ا فلافي يلو سيدز، البذور بتاعتها فلافي كده لونها اصفر وخفيفه. ليه؟ عشان الويند تقدر تشيلها وتوديها لاماكن تانية تنزل عليها الرين فتقدر تكون لي شجره كبيره. تاني يبقى بنقول ان الكيبوك تري السيدز بتاعتها فلافي يلو سيدز. ليه فلافي يلو؟ عشان تبقى خفيفه كده تو كاري باي ويند، عشان تتشال عن طريق الويند بسهوله across the forest. طب البيهيفيرال ادابتيشن، البيهيفيرال ادابتيشن اللي موجود عند الكيبوك تري بيقول لي ان هي كمان عندها delicious smelling flowers، يعني النباتات بتاعتها الرائحه بتاعتها جميله. طيب ليه؟ بيقول لي to send message through wind، عشان تبعت رساله عن طريق الرياح to attract bats toward it، يعني هي بتبعت هي كمان سميلي مسج عن طريق الويند. لمين؟ احنا قلنا في الاكيجا تري هي بتبعتها للاذر اكيجا تريز to start to produce a poison، لكن هنا في الكيبوك تري بيقول لي ان هي بتبعتها to bat للخفافيش. ليه بتبعتها للباتس؟ الباتس احنا قلنا ان هي عندها الكيبوك تري عندها الفلاور بتاعتها has a good smelling delicious smelling. طيب الرائحه بتاعتها حلوه، فهي الباتس بتروح ناحيه الفلاورز فتبدا تلزق فيها السيدز، فهتنقل السيدز من مكان لمكان فتقدر تطلع لي كيبوك تري تانية. خلاص فهمنا؟ اوكي تعالوا نشيك اور اندرستاند عشان نفهم احنا فهمنا ولا ما فهمناش. طيب اوكي هنا بيقول لي choose sending a smelly message from acacia tree to warn other acacia trees is considered as. هل لما الاكيجا تري بتبعت مسج سميلي مسج هل دوت structural adaptation ولا behavioral adaptation؟ احنا قلنا ان هي بتبعت يعني act او behavior بتقوم بيه، فبالتالي ده ايه؟ behavioral adaptation. فبنقول ان دوت only behavioral adaptation، يعني behavioral adaptation فقط. طيب بيقول a structural adaptation of Kabuk tree. ايه الستراكشر ادابتيشن اللي عند الكابوك تري؟ اول حاجه ان هي عندها delicious smelling flower، ايوه صح. طيب تاني حاجه it has a buttress root، ان هي عندها buttress root، صح. اوكي لا بص هنا بيقول لي structural adaptation، احنا لسه قايلين ان delicious smelling flower لما النبات بتاعتي تبقى رائحته حلوه دوت behavioral adaptation، يبقى دي false. طيب it has a buttress root ديت صح. طيب it has a sharp spines لا غلط، احنا عارفين ان الاكيجا تري هي اللي عندها sharp spines. it has a long tap root، انا عارف ان هي ما عندهاش tap root، دي الاكيجا تري هي اللي عندها tape root. يبقى السؤال ده مهم حلو. ليه؟ لان احنا ممكن نتلخبط عند delicious smelling flowers، واحنا قلنا ان delicious smelling flowers ديت هي behavioral adaptation، لكن في السؤال هنا بيقول structural adaptation فهتبقى false، والاجابه الصح it has a buttress root. طيب دلوقتي هنبدأ نتكلم عن نباتات تانية موجودة في other environment في بيئات مختلفة، وهنشوف ال structural adaptation وال behavioral adaptation اللي عنده. بس قبل ما اتكلم عن النباتات فبيقول لي ان الساينتست العلماء that studies plants اللي بيبدأوا يدرسوا النباتات اسمهم ايه؟ اسمهم botanist. botanist يعني عالم نبات. في ساينس عندي هناخده ان شاء الله يعني لما نكبر جدا 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 اسمه بوتاني، علم النباتات. مين اللي بيدرس البوتاني ده؟ البوتانيست اللي هم علماء النباتات. يبقى the scientist who studies plants is known as اسمه ايه؟ اسمه botanist. طيب تعالوا نشوف ال structural adaptation وال behavioral adaptation عند البلانتس. اول نبات عندي هو المانجروف تري. اوكي المانجروف تري اهو دوت موجود فين؟ موجود في السولت ووتر، بيعيش في الميه المالحه، بيعيش في البحر. طيب لو بصيت على الروت بتاعته هلاحظ ان الروت بتاعته ار لونج طويله، وفي نفس الوقت هي سترونج طويله وقويه. طب ليه؟ هنا بيقول لي to resist the water waves عشان تقاوم الموج
بتاع البحر. مش احنا قلنا ان هي عندها long strong root ليه؟ to resist the water waves. طيب تاني حاجة هنتكلم عنها هي الووتر ليلي بلانت، اللي هو نبات الووتر ليلي اللي هو اللي بتقف عليه الضفدع ده بيعيش فين؟ بيعيش في الويت لاند او الفريش ووتر، اللي هي المستنقعات، البرك، الحاجات اللي هي فيها فريش ووتر. طيب لو لاحظت هلاحظ ان الليفز بتاعته مالها ار وايد، عريضه كده اند فلات. فبيقول لي it has wide floating leaves، الاوراق بتاعتها عريضه وفي نفس الوقت طافيه كده على الميه. طب ليه؟ هنا بيقول لي to absorb large amount of water، عشان تمتص كميه كبيره من السانلايت، عشان تمتص كميه كبيره من ضوء الشمس. الشمس هتسقط عليها فتقدر الليفز بتاعتها تمتصها. طيب ثالث حاجه الباين تري. اوكي، فهنا بيقول لي الباين تري زي ما احنا شايفين عايشه فين الباين تري؟ في السنو. طيب بيقول لي ان هي like a triangular shape، عندها شكل شبه المثلث. فبيقول it has a triangular shape، الشكل بتاعها شبه المثلث. طب ليه شكلها شبه المثلث؟ هنا بيقول لي to allow the snow slide easily over it، عشان تسمح للتلج ان هو يتزحلق بسهوله من عليها. تاني حاجة بيقول ان هي عندها شورت برانش، الفرع بتاع الشجرة بتاعتها بتبقى قصير كده. ليه؟ عشان ما يقفش عليها كمية كبيرة من التلج فتتكسر، فهي بتبقى قصيرة عشان يقف عليها كمية صغيرة. فهنا بيقول لي so it branch don't break، عشان ما تتكسرش. طيب بيقول لي ان هي عندها needle leaves، يعني الاوراق بتاعتها شبه الاشواك to prevent the loss of water، عشان تمنع نقص المية، لان هنا ما فيش مية كتير في السنو. طيب رابع بلانت عندي هنا هو البالم تري. قلنا البالم تري بتعيش فين؟ قلنا ان هي ليف ان ديزرت، بتعيش في الصحراء. طيب قلنا it has بيقول لي الروت بتاعها ماله؟ الروت بتاعها بيبقى برضو thick root and small leaves، يعني الاوراق بتاعتها بتبقى صغيره، يعني الشجره الاوراق بتاعتها كده بتبقى صغنطوطه خالص. طيب وفي نفس الوقت الروت بتاعها بيبقى طويل كده تحت الارض. طب ليه؟ هو ليه الروت بتاعها بيبقى طويل؟ عشان بيثبتها في الارض to resist the strong wind. تاني حاجه طيب ليه الاوراق بتاعتها صغيره؟ برضو عشان تقاوم، تعمل resist للسترونج ويند، تقاوم الرياح القويه فما تقعش. اخر بلانت عندي هنا هو الباربري فيج. ثانيه واحده. اوكي، هنا الباربري فيج اللي هو التين الشوكي اللي بيطلع في الصيف دوت اللي احنا كلنا بنحبه. عارفين ان الباربري فيج دوت lives in desert، بيعيش في الصحراء. فبيقول ان ربنا خلقه it has a sharp spines and tough outer cover، يعني الكفر بتاعه خشن وفي نفس الوقت عنده شوك. ليه عنده شوك؟ بيقول لي to prevent animal from eating its leaves and fruits، عشان يمنع الحيوانات لما تيجي تاكله ان هي تاكله، فيحافظ على نفسه. خلاص؟ طيب هنا بيقول from the previous table we can conclude that all plants have roots, stems and leaves. كل النباتات عندها roots وعندها stem، يعني عندها روت وستيم وليفز. يبقى تاني هنا بيقول لي البلانتس عندها ايه؟ البلانتس عندها ثلاث حاجات: روت اللي هو الجذر بتاع النبات، ستيم اللي هو الترانك يعني الساقه بتاعه النباتات، ثالث حاجه الليفز اللي هي الاوراق بتاعه النباتات. لو حصلت تشينج في حاجه من الثلاثه دول فدوت structural adaptation، لان ده جزء من الجسم بتاعه. طيب بيقول لي ان البلانتس differ in the structure and shape of their root, stems and leaves to adapt in the environmental condition to survive and grow in their environment. يعني بيقول لي ان الشكل بتاع الروت او الستيم او الليفز بتاع كل نبات بيختلف عن النباتات التانية. ليه؟ عشان تقدر تتكيف مع الانفايرمنت، لان كلهم مش بيعيشوا في نفس الانفايرمنت. لا، انا عندي حاجه بتعيش في السنو، واحده بتعيش في السولت ووتر، واحده بتعيش في الفريش ووتر، واحده بتعيش في الديزرت. فلازم يبقى عندها روتس مختلفه، عندها ستيم مختلف، عندها ليفز مختلفه، وهكذا. بيقول لي what happens if plants were placed in different environment. ايه اللي هيحصل للنباتات لو هي بتعيش في بيئات مختلفة؟ بيقول لي لازم يعملوا adaptation. صح ولا مش صح؟ اوكي، هنا بيقول لي these plants may die or may adapt. يعني عندها حل من حلين: يا اما هتموت يا اما تعمل adaptation عشان تعيش في الانفايرمنت ديت وتقدر تتغلب على الكونديشنز، الظروف بتاعت المناخ اللي هي فيها. to survive and grow in their environment، عشان تكبر وتعيش في الانفايرمنت اللي هي موجودة فيها. خلاص فهمنا الجزء ده؟ اوكي.
بيقول لي both right or false. Palm tree has short roots and big leaves. عندها جذور صغيرة. البالم تري عندها جذر صغير والأوراق بتاعتها كبيرة. احنا قلنا العكس. البالم تري لسه قايلين إن هي الجذور بتاعتها بتبقى طويلة to resist strong wind عشان تقاوم الرياح القوية. فهنا الإجابة هتبقى false. تاني حاجة بيقول لي إن الووتر ليلي بلانت lives in salt water. الووتر ليلي بلانت بتعيش in salt water. لا احنا لسه قايلين إن هي lives in fresh water. تالت حاجة بيقول لي إن المانجروف tree has long and strong root. لغاية هنا صح. To help the plants to resist water waves عشان تساعد النبات إن هو يتغلب على الووتر ويفز اللي هو الموج بتاع البحر. احنا عارفين ان المانجروف تري بتعيش في السولت ووتر وان الروت بتاعها طويل long to resist water waves true. خلاص فهمنا الجزء ده. طيب كده يبقى احنا خلصنا الادابتيشن عند البلانتس وخلصنا الادابتيشن عند الانيمال. خلصت ليسون 2 بارت 1 وبارت A بارت A وبارت B. وعايزكم زي ما قلنا اتفقنا ان احنا نعمل الهوم ورك ونبعته. لو في اي حاجه فيها مشكله ابداوا ابعتوها لي في مسج مثلا وانا ان شاء الله هحلها او في كومنت مثلا وانا